ما خطر القصاصين الذين يضيعون أوقات الناس بلا علم ولا فائدة؟ إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. العلم ثقيل، العلم ثقيل، والناس للأسف لا يجتمعون حول العلماء ويجتمعون حول القصاص. إذا القاص التزم بالكتاب والسنة وتقريرات أهل العلم فقرب الناس للحق وقربهم للدين على توحيد سليم ومنهج مستقيم، جزاه الله خير. لكن القصاص كلما ابتعد الناس عن الهدي الشرعي ووقعوا في الظلمات تأثروا بالقصاص أكثر من تأثرهم بالعلماء. والأصل في الأمة أن تجتمع حول العلماء وأن يتأثروا بالعلماء. العالم لا يتكلم كلمة إلا ويعطيك نورا ويبقى النور معك إلى يوم الدين. القاص يجعلك في نور، في بيئة فيها نور وأنت بين يديه، فإن انفض المجلس لم تحمل شيئا من نوره. يعني بعد قليل بتقول إيش استفدت من كلام فلان؟ ولا شيء، ولا شيء، ما استفدت شيء. يعني هو رغبنا ورهبنا. فالعلماء القصاص جند للعلماء، القصاص جند للعلماء، والخطباء والوعاظ جند للعلماء. والأصل في الأمة أن تتعلق بالعلماء، فالخلل في الناس إن تعلقوا بالقصاص فهذا خلل فيهم، والواجب عليهم أن يتعلقوا بالعلماء. هذه واحدة. الثانية، الناس إن رأوا رجلا يحسن أن يؤثر فيهم ويدغدغ عواطفهم لعلهم يحسبونه عالما، ولعلهم يسألونه عن مشاكل المسائل وهو لا يعرفها، فيوقعونه في حرج ويجعلونه يتكلم في مسائل بجرأة على دين الله، وهذا أمر خطير وخطير جدا.